السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بقى الصلصه دي عشان رمضان. جبت معايا قفصين طماطم، وقلت اعمل بقى شويه صلصه حلوين على قد الطبخه. لو هتعملي محشي اي طبيخ يبقى عندك الصلصه وعندك كل حاجه في البيت. انا معايا النهارده قفصين طماطم، هعمل قفصين طماطم هعملهم صلصه هيعجبوكوا قوي. اول حاجه جبت الطماطم، هنزل عليها بقى بالغسيل، حطيتها على كده. انا فضيت تعتبر طبق كبير. انا صورت بس معاكم قفص واحد، والقفص التاني انا معلقه عليه عشان يتسبك. بغسلها وانضفها كويس، ولو فيها اي حاجه مش نضيفه بشيلها، بخليها زي الفل كده. لو رمله او كده بشيله. ما شاء الله كلها جميله. انا مش هضرب دي في الخلاط، انا هغسلها كلها وهنزل عليها في الحله عشان تفصل الميه عن الطماطم، وتبقى الطماطم تبقى متسبكه على طول، ما تاخدش وقت. غسيل كويس اهم حاجه. يعني فيديو النهارده هيعجبكم قوي، فيديو جميل لتفريزات رمضان. انا بقى وريت لكم الشطه وبعدين بوريكم الطماطم. زي ما انا قايله لكم، جايبه قفص طماطم ب50 جنيه، مش غالي قوي. طبعا عملوا معايا حله كبيره قوي، وهتشوفوا انتوا هيعملوا معايا كميه قد ايه، وباسهل ما يمكن، ما بتاخدش اي وقت. انا بحب اخزن كل حاجتي في الديب فريزر تبقى موجوده. كل ما بلاقي حاجه رخيصه بجيبها. بص، عملوا معايا حلتين ما شاء الله عليهم، اللهم صل عليك يا نبي. حاجات طماطم جميله وحمرا خالص ما شاء الله. بصوا هي كده اتسلقت، وصفيت الميه اللي فيها. هضربها بقى في الخلاط على طول. بشيلها على طول كده بالمقصوصه او باي معلقه، بضربها على طول. هي مش سخنه قوي، ده هي دافيه بس لسه بتطلع بخار، وبتتضرب على طول وهتلاقوها صلصة خالص. وبس بصفيها برضو عشان لو فيها اي قشر او كده بتشال، عشان مبقاش فيه قشر في الطماطم. بصوا صلصة، يعني الطريقة دي افضل طريقة. يعني احسن ما تغسليها وتضربيها في الخلاط، لا دي الطريقة دي افضل، ما بتاخدش وقت خالص. على طول بقى بحط في المصفى واصفيها. اي حاجة بلاقيها رخيصة في السوق بجيبها على طول وبحضرها في بيتي. بعمل الصلصة للمحشي بتبقى موجودة، لأي طبيخ أنا هعمله بتبقى حاجتك في بيتك يعني، وبتلاقيها بسعر كويس تجيبي على طول. يعني ما تفكريش، اما بلاقي حاجة رخيصة على طول بجيبها، ما بفكرش. بطلعها كده، بطلع منها بضربها على طول عشان الصلصة تنزل، واصفيها كويس في ثواني كده، ما بتاخدش اي وقت. المصفى عندي دي ضيقة خالص، اما ده اللي انا عايزاه، متبقاش واسعة عشان ما تنزلش اي قشر معايا في الطبق. وبرجع تاني ان انا احطها تاني اعلق عليها عشان تتسبك خالص. انا مش عايزه فيها ولا نقطه ميه، تبقى متسبكه خالص. هضرب كل الكميه ديت. ما شاء الله طلعت معايا كميه كويسه قوي. القفصين طلعوا كميه كويسه. انا هوريكم دلوقتي انا عملت نصها، والنص التاني هوريكم معايا برضو، يعني مخدوش اي وقت. يا رب لو عجبكم فيديو النهارده اعملوا لايك واشتراك في القناه، على قناه يوميات بيت العيله، عشان يوصلوك كل جديد. اللي عايز بقى يخزن لرمضان يروح يجيب له كده قفصين طماطم من اي محل جملة، او من عندكم سوق جملة كده تروحوا تجيبوا منه حاجات عنوان رمضان، وهتعجبكم قوي. وبتنفع لكل حاجة والله في البيت. احسن ما تجيبي مطرمان صلصة ب50 جنيه، يبقى ده اوفرلك ب50 جنيه الكمية دي كلها. القفص بحاله، القفص ده يعادل 30 كيلو. بعمل بقى كل الكمية كلها اللي معايا. صراحة ما خدتش اي وقت صراحة، وجميلة. يعني كنت فرحانة بالطماطم. انا قلت اعملها كده بالهراسة الفول، اطلع كل اللي فيها عشان يعني انجز وقت ما اضيعش في وقت. كل حاجة بقى مفرزة بتاعة رمضان هوريها لكم برضو، يعني حاجات بسيطة ما بتاخدش اي وقت وهتعجبكم قوي. بصوا الطماطم بفضي على طول في الحلة عشان تتسبك على طول. هي اصلا متسبكة هنا بقى خلاص، هي تعتبر انا فضيتها، سبكتها كلها الكمية كلها اللي معايا، ونزلت عليها بقى كده عبيها. انا جبت نص كيلو اكياس، وكلها عبيها بقى في اكياس كده. الاصغر يعني كيس الفول، مش جايبه كيس اللبن عشان تبقى ما تاخدش كميه.
يعني انا بعمل الكيس طبخة. انا بعمل الكيس طبخة، يعني ما بيبقى كويس يعني. بص قد ايه ما شاء الله، ومتسبكة خالص، ما فيهاش اي ولا نقطة مية. انا سبكتها على طول، هي ما خدتش وقت على النار الصراحة. وشلتها بردتها شوية، وبعدين فضيتها في الطبق وايه، وقلت اوريها لكم على طول. بصوا ما شاء الله عليها، والله احلى من مطرمنات الصلصة. يعني انا سبكتها وحطيت عليها شوية ملح صغيرين. انا امي الله يرحمها كانت بتعملها كده على طول، عشان كده انا عملتها. كل الكمية بقى باخد رف كده واعبي الكمية كلها فيه، عشان ما تبقاش واخدة مساحة. بخلي بقى ايه، ضرفة للخضار ضرفة للفراخ. يعني هو دي فريزر حلو في كده، بتخليه كل حاجة بتحط فيها، في كل رف بتحط فيه طماطم، رف للخضار، رف للأسماك، رف اللحوم كده يعني. انا مفضيه رف اصلا للصلصة، عشان ما يبقاش، يبقى ليه، يبقى انا عارفة مكان الصلصة فين. بصوا ما شاء الله جميلة ازاي. جبت مج كده، المج ده كان عندي قلت اعبي فيه احسن. بحط الكيس فيه واعبي الصلصة كويس. ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي، عامله معايا كمية حلوة. هوريها لكم دلوقتي اول ما اخلصها. يعني بصوا، يعني ما شاء الله انت شفتها اول الفيديو كانت عامله ازاي الصلصه، كميه محترمه يعني كويسه. وهتعجبكم قوي. انا كده كيست الصلصه كلها. يلا اشوفكم على خير باذن الله، مع السلامه.